تخيل إنك بتبعت رسالة سرية لصاحبك أو إيميل مهم لشغلك، وفاكر في مخيلتك إنها بينك وبينه بس. لكن إيه رأيك بقى لو قلتلك إن الرسالة دي ممكن حد تالت غيركم انتوا الاتنين يشوفوها، وإن في عيون بتراقب كل كلمة انت بتكتبها؟ السر يا صديقي في حاجة اسمها التشفير أو الإنكريبشن، ودي بتكون بالظبط زي اللغة السرية اللي بتحول كلامك العادي لرموز مش مفهومة. يعني في العادي إن حتى لو حد قدر يعترض رسالتك مش هيقدر يفهم منها أي حاجة، كأنك بالظبط بتتكلم بلغة محدش بيفهمها غيرك أنت واللي بتتكلم معاه. ده في العادي. ومتخيل إن في تطبيقات كتير طبعا بتستخدم النوع ده من التشفير من غير ما أنت ما تعرف، زي الواتساب مثلا على سبيل المثال. بيقول لك دايما لما تيجي تبدأ رسالة مع حد بيقول لك مشفرة من طرف لطرف، اللي هو end to end encryption. وده مش هنتكلم فيه دلوقتي، لكن هل كل حاجة بتعملها على الإنترنت فعلا مشفرة؟ وهل كل المواقع اللي تدخلها آمنة إنك تدخل عليها؟ السر اللي هيخليك تشك في كل كلمة بتكتبها إن مش كل حاجة بتستخدم التشفير، وإن بياناتك ممكن تكون مكشوفة في أي لحظة. عشان كده لازم تتأكد إنك بتستخدم تطبيقات فعلا هي والمواقع تكون بتدعم تشفير قوي. لازم تكون عينك دايما على القفل الأخضر اللي موجود في المتصفح، وتتأكد إنك بتستخدم HTTPS مش HTTP فقط، لأن دي ببساطة حياتك وأسرارك، ومحدش ليه الحق إنه يشوفها غيرك أنت فقط. الإنترنت ده بحر كبير وفيه كنوز وأسرار كتير جدا، بس فيه كمان قراصنة بيحاولوا يهكروا ويسرقوا بياناتك باستمرار. في الفيديو الجاي هكشف لك سر بياناتك الشخصية، وهل هي كنز ولا لعنة. استعد للصدمة، بس اوعى تنسى تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشير وسبسكرايب عشان تعرف كل أسرار الأمن السيبراني اللي ممكن تصدمك. سلام.